ينضم إلينا مشاهدينا من بيروت النائب في البرلمان اللبناني فؤاد مخزومي. أهلا وسهلا بكم معنا في 19 عندما تتحدث مصادر الحدث عن نتائج هذه الزيارة وتضع لها عنوان سحب سلاح حزب الله ممنوع، يعني هذا ما جاء به لاريجاني إلى لبنان، لكن هل أدرك بأن هذا العنوان أصبح غير قابل للتطبيق الآن؟ سيدتي، يعني بستغرب انه كان يوصلوا لهالنتيجه، لانه بالنتيجه كلياتنا بنعرف القرار لبناني بحت. اخذنا القرار بمجلس الوزراء من حكومه عندها كل الصفه الشرعيه، من حكومه كانت عم تكفي قرار اتخذت حكومه حزب الله، حكومه نجيب ميقاتي بال 2024، حكومه انتخبت رئيس جمهوريه بخطاب قسم واضح والكل شاركوا فيه. أخذت الحكومة 85 صوت بالثقة، يلي تضمن البيان الوزاري عملية سحب السلاح وانطواءه تحت سيطرة الدولة. وما تنسي أنه بهالحكومة هناك 5 وزراء شيعة بمراكز مهمة وهن فيهم ممثلين لحزب الله. يعني هذا الكلام أنه أنا بعتقد لاريجاني جاء للبنان لعملية بالآخر علاقات عامة بينه وبين المكون الشيعي، وما بعتقد مع الثنائي، مع مكون فقط شيعة حزب الله، لأنه بعتقد الرئيس بري وصل لقناعة هو رجل دولة وحابب يكون شريك بإنماء الدولة، ومش رح يفوت بالمهاترات اللي عم يعملها حزب الله. مع أنه يعني لاريجاني وجه رسالات أو رسائل حادة نوعا ما للجانب الأمريكي بأنه يفرض خطة ما، وكأنه هنالك يعني نوع من الإيحاء بأن الكلام مع طهران وليس مع لبنان أو حزب الله بشأن نزع سلاحه. برأيك يعني هل يصل الأمر إلى أن يتم التفاوض حول ذلك أمريكيا إيرانيا؟ أول شيء مثل ما بتعرفي نحن أخذنا القرار ب5 و7 آب بالنسبة لعملية حصر السلاح، وناطرين ب31 آب الخطة يلي الجيش مفروض يعطيها للحكومة تنبلش التطبيق قبل آخر السنة. يعني بالنتيجة هناك قرار مدعوم من حكومة اخذت الثقة بالكامل مرتين مثل ما بتعرفي، اخذت الثقة بشهر 2 واخذت الثقة بشهر 7، رجعنا اعطيناها ثقة عن جديد. لكن ليس هناك اي شك انه هذه الحكومة تتكلم باسم الشعب اللبناني ودعمه المجلس النواب اللبناني. لكن اليوم انا بالنسبة لي منا عملية مناورة. حزب الله طبعا ما عم يرضى بالامر الواقع، ما حابب يشوف انه اليوم العالم عم يتغير، المنطقة رايحة لعملية تسوية بالمنطقة وسلام بالمنطقة، وهو بعده رافضها. هلا هيدا خياره هو، بس اذا كان نحن اخذنا القرار بالحكومة واخذنا القرار ب 31 آب بالتطبيق بسحب السلاح ورفض، بصفي حزب الله مؤسسة مارقة عن الدولة، خارجة عن القانون، وساعتها بالنتيجة لكل حادث له حديث. طيب سيد فؤاد، مسألة أيضا يعني نزع سلاح حزب الله التي يتم الحديث عنها دائما ومن خلال أيضا زيارة لاريجاني، البعض يقول يعني إيفاد الجيش اللبناني بمهمة وضع خطة إلى نهاية الشهر وكأنه يعني ترك لوحده في هذه المواجهة، أم أنه هنالك ردود فعليا توحي بالطمأنة بأنه لا، الحكومة اللبنانية والرئاسة فعليا لديها أيضا خطة مشتركة مع الجيش؟ سيدتي خليني أكون واضح، بتاريخ لبنان من وقت ما أخذنا استقلالنا ب 43 لليوم ما في مؤسسة سياسية، ما في حزب، ما في ميليشيا تحدت الجيش اللبناني والآخر نجحت. طلع بكل تاريخنا. اليوم بالنسبة لنا لما بيقولوا انه في خوف وما خوف، خوف من شو؟ حرب أهلية؟ حرب الأهلية هناك مطلوب طرفين. من هو الطرف الثاني يلي اليوم بده يفوت بحرب أهلية بالداخل؟ الطرف الوحيد يلي كلياتنا داعمينه لحتى يثبت هذا القرار تبع الحكومة هو الجيش اللبناني. بقى إذا كان حزب الله المشارك بالحكومة والذي أعطى ثقة للحكومة واللي بالآخر انتخب رئيس الجمهورية على خطاب قسم ناوي يتمرد ويعمل انقلاب على الدولة، ساعتها هو صفى خارج مؤسسة الدولة ونحن كلياتنا مع الجيش. أنا لا أعتقد أنه حزب الله سيتجرأ، هذا رأيي أنا، أنه سوف يتجرأ أنه يتحدى الجيش، لأنه بحب ذكرك ما بعد 27 نوفمبر وبعد التسوية ووقف الاقتتال يلي صار ومضيناه وأعلنته الحكومة الرسمية من
السراي لما كان نجيب ميقاتي رئيسا، والمفاوض الأول كان رئيس بري، كلياتنا بنعرف، وكان منعته كل الصلاحيات من حزب الله لحتى بالآخر يفاوض على هالموضوع. أكدوا أكثر من مرة القيادات حزب الله أنه هن مع الدولة، هن مع عملية أنه دعم الجيش، لأنه يا ستي خلينا نكون واضحين، بال2006 قدرت الطبقة السياسية تتزاكى على المجتمع الدولي وتخلي الحكومات المتتالية، مثل ما قال، مثل بأول النشرة حضرتك قلتي على الرئيس عون انه الفساد كان ضارب، وكل الفلوس اللي كانت عم تفوت على البلد كانت تحول للميليشيات لعملية صرفها لإعادة تقوينها. لكن اليوم إذا كان بدنا نحن نبني الدولة، ونحن كنا كلبنانيين عندنا مصلحة ببناء الدولة ونكون مسؤولين عن الإعمار، ابتداء بجنوب من أهلنا اللي تضرروا بالحرب الإسرائيلية، بحرب لبنان لم يكن طرف فيها، بحرب جرنا حزب الله عليها ضمن إطار ما سمي بحرب المساندة، كلياتنا كنا ضدها. ما الذي يمنعه هذه المرة؟ ما الذي يمنعه هذه المرة؟ عنا واجبنا أن نعيش مع بعضنا. ما الذي يمنعه هذه المرة بالدفع نحو فوضى أو يعني ممارسات أمنية ضد الجيش اللبناني؟ طب خليني أسألك سؤال. قالوا لنا انه اجى لرجاني ورح يعملوا له مؤتمر شعبي، وكم واحد كان في على الطريق؟ 100 50 200. اليوم حزب الله لم يبقى مثل ما كان. انت ما بتعرفي حزب الله كان عنده مصاريف بين 80 و100 مليون دولار شهريا، يلي هي غير تمويل الحرب، كانت عملية المعاشات. واين هو المال اليوم؟ اليوم حزب الله أصر على وزارة الصحة لأنه هناك ميزانية كبيرة عم يستعملها لعملية تمويل مشاريعه ومؤسساته والشهداء والأشخاص اللي لحد الآن مع أنه يعني الرئيس عون تحدث عن مسألة طبعاً ملفات الفساد وما إلى ذلك، وبالتالي من المنتظر أن تكون إجراءات ملموسة. وزارة الصحة بإيدين مين؟ ما نكون واقعي، بدنا نكون واقعيين. اليوم هناك قرار بالحكومة، بس طريقة توزعت فيها هالأموال هالوزارات لا هي لخدمة بعض هالمشاريع السياسية. أنا بعتقد اليوم حزب الله صار شايف انه لوحده ما بقى في يمول الوضع الاجتماعي واللي موجود عنده. مشان هيك انا توقعاتي انه كلياتنا راكدين، ومثل ما بتعرفي حزب الله وحركة امان كانوا مصرين على عقود التمويل يلي انعرضت علينا من البنك الدولي، يلي هي بنسب عالية، فوائد بتعرفي 8%. توافقوا عليها لانه شايفين ما بقى في امكانية لعملية إعادة مساعدة أهلنا بجنوب ولا إعادة مساعدة كل لبنان إلا عن طريق الاستدانة. لكن الاستدانة الدول، المجتمع الدولي ما رح يعطيها للحزب، مش رح تيجي دولة تانية تعطيها للحزب، رح تكون بوسط الدولة. من هون السؤال، هل يتجرأ حزب الله انه يتحدى الدولة توقف حتى هالتمويل؟ طب انت اليوم تعرفي في قرار اتخذه المدعي العام المالي بعملية فتح ملف التحويلات اللي صارت بعد 2019. انت بتعرفي هذه الدولة كانت مثل ما قال فخامة الرئيس، هذه كان في عنا فساد، مافيا محمية من ميليشيا. بس مع هيك تيتجرأوا اليوم ونشوف التغييرات اللي عم تصير والملفات الفساد اللي عم تنفتح، لأنه انفكت عملية الميليشيا والمافيا، وحزب الله يجب أن يصبح حزب لبناني بعيد عن إيران، يترك بالآخر ولاءه الإيراني، يرجع تيكون داخل لبناني وأهلا وسهلا فيه بلا سلاحه، فيكون الحزب سياسي، ونحن بدنا وياه نشتغل لعملية بناء الدولة. لن نرضى بقى بأن يكون في سلاح خارج الدولة، ونحن منا متخوفين من حرب أهلية، ونحن أكيدين أنه الشعب رح يكون داعم للجيش بكل مراحله لحتى عملية سحب سلاح، كما هو حكومة حزب الله بال 2024 ضدت الاتفاق مع إسرائيل، ونحن واجبنا اليوم يكون في استمرارية وتمرير هذه القوانين. شكرا لك من بيروت النائب البرلماني اللبناني فؤاد مخزومي.